السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم القصة اللي راح نحكيها ما هيش كيما القصص اللي تسمعوها كل يوم. ما فيهاش بطل ولا شرير واضح، فيها إنسان ضاع شوية شوية حتى ما بقى يعرف روحه. قصة تخليك تسمع وتسكت وتخمم بزاف بعد ما تسكر الفيديو، لأنها تسرات في الجزائر وتسرى أكثر مما نتصوره، غير الناس ما تحبش تهدر عليها. القصة تبدأ مع شاب اسمه نادر. نادر عنده 20 سنة وقت بدات الحكاية الحقيقية. بصح باش تفهموا وش راه صاير لازم نرجعوا شوية للور، لطفولته، للدار اللي تربى فيها، والأكثر شخص أثر فيه بلا ما يحس. نادر تربى مع أمه. الأب كان غايب أغلب الوقت، ما ماتش بصح كان غايب، حضوره ضعيف، وكأن الدار كانت ديما ناقصة حاجة. وأمه كانت مراه غريبة شوية في تصرفاتها، ماشي كما باقي النساء. كانت قليلة الكلام، كثيرة السهر، ساعات تسكن روحها في غرفة وحدها، وساعات تخرج في الليل وترجع مع الفجر. نادر وهو صغير ما كانش خايف منها، بالعكس كان متعلق بيها بزاف، لأنها الوحيدة اللي كانت دايما موجودة، حتى لو كانت صامتة، حتى لو كانت نظراتها ثقيلة. كان يحس بالدفء غير كي تكون قريبة، وما كانش يسقسي بزاف. الطفل اللي يتعود، واللي يتعود عليه الصغير يولي عادي كي يكبر. كبر نادر وهو يشوف حوايج ما يفهمهاش، ناس يجوا للدار ويخرجوا بسرعة، همس، كلام ناقص. أمه دايما تقوله ما تهدرش على واش تشوف، وهو كان يطيع، مش خوف بصح لأنه كان يحبها حب أعمى، حب يخليك تغمض عينيك على بزاف أشياء. دخل نادر للمراهقة وبدأ يحس بالاختلاف. ما كانش كيما أصحابه، كان ناقم، عصبي، يحب الوحدة، يهرب بزاف، يبات مرات برا في الخلاء. يقول يرتاح كي يكون بعيد على الناس، قريب من السكون. وكان دايما يرجع في الأخير للدار، لأمه، مهما صار. وقت وصل ل20 سنة تعرفت أمه على امرأة أخرى، ما كانتش قريبة في العمر بصح قريبة في الروح. المرأة هذه دخلت حياتهم شوية شوية، وكانت هي النقطة اللي قلبت كلش. نادر من أول مرة شافها حس بشي غريب، انجذاب ما يفهموش، راحة وفي نفس الوقت توتر. المرأة كانت ذكية، تعرف تهدر، تعرف تسمع، تعرف كيفاش تدخل للعقل بلا ما تحس. ونادر كان هش، معمر من الداخل، كان محتاج للي يفهمه، للي يسمعه، وهي عطاته هذا الإحساس. مع الوقت ولا يقعد معاها أكثر من أمه، يهدروا بالساعات، تحكي له على الدنيا، على الناس، على القوة، على الضعف، تخليه يحس بالتميز، بالاختلاف، تقول له أنت ماشي كيما الناس، أنت فاهم أكثر. نادر ولا يعشقها، ما كانتش علاقة عادية، كانت تعلق، إدمان، ما يقدرش يبعد، حتى كي يتعاركوا، حتى كي يصرخ، يرجع يرضي، يرجع يطلب السماح، لأنه كان يحس بالفراغ كي تبعد، وكأنها تشد فيه حاجة من الداخل. دارهم عكسوه، قالوا له راها ماهيش مليحة، راها غريبة، بصح نادر ما كانش يسمع. كل واحد يعرضها في عينيه عدو، كل كلمة ضدها يحسها هجوم عليه هو. حتى أمه رغم أنها اللي دخلتها للدار بدأت تحس بالقلق، بصح فات الوقت، العلاقة خرجت من السيطرة. نادر ولا يعيش على رضاها، على نظرتها، على صوتها. الأيام تعدي ونادر بدأت تصرفاته تزيد غرابة، عزلة، قلق، نوبات غضب، كلام مع روحه، بصح دايما نفس الشيء، ما يقدرش يبعد عليها. وفي واحد الليلة بلا مقدمات اكتشف الحقيقة، مش دفعة واحدة، شوية شوية، سمع، ربط، فهم باللي المرأة هذه كانت تؤذي الناس، تستغلهم، تلعب بعقولهم. ونادر اللي كان ضعيف ما استحملش الصدمة. العقل تاعه تهز، ما بقاش يفرق، الحب ولا خوف، والخوف ولا غضب، والغضب ولا ظلام، وصرا اللي ما كانش يتدارك. بعدها الدار تسكرت، أسبوع أكثر، الريحة بدأت تخرج، الجيران حسوا، تخوفوا، كسروا الباب، والقاو اللي ما يتمناهش أي إنسان يشوفه. المرأة ميتة، ونادر ما كانش حي. القصة هنا توقف، بلا شرح، بلا تفسير، لأن بعض النهايات ما عندهاش تفسير، غير درس واحد: كي الحب يتحول لتعلق، والتعلق يعمل عقل، الإنسان يضيع، حتى لو كان في البداية غير ضحية.